ايه هي بدائل السيفتي وايه الحاجات اللي ما تلبسهاش وانت سايق الموتوسيكل؟ طيب طبعا الفيديو ده مش بيغني عن السيفتي، ان انت تلبس سيفتي او ان انت تلبس الجير المناسب للسواقه بتاعتك، بس احنا بنتكلم عن بدايل منطقيه تقدر تستخدمها لو يعني في الديلي يوز. اكيد مثلا مش هبقى رايح الشغل بالموتوسيكل ولابس فول جير، يعني اكيد. فيعني هو الصح ان ده المفروض يحصل. اول بديل هو البوت او الكوتشي اللي هو بيبقى فوق الانكل. الفوت كوتشي اللي فوق الانكل بيسبورت كويس جدا الانكل بتاع رجلك. فلا قدر الله لو مثلا انت وانت سايق رجلك لمست الارض او حصل اي ظرف او وقعت وقعه بسيطه، بيسبورت الانكل بتاع رجلك كويس جدا، فالانكل مش بيتكسر او مش بيحصل فيه مشكله يعني. ودي اصلا من اكتر الحوادث الساذجه اللي بتحصل. انت ممكن تبقى ماشي مثلا وتحس ان انت مثلا فقدت السيطره على الموتوسيكل، فتنزل رجلك تسند نفسك وانت على سرعه، فمره واحده انكل رجلك بيتلوي. البوت بيسبورت شويه الانكل بتاع رجلك. فدي اول حاجه. تاني حاجه هي البنطلون الجينز. هم اصلا بيستخدموا في بناطيل سيفتي غاليه جدا جينز بره، بيستخدموا فيها ماده تقريبا اسمها كافيار او حاجه زي كده، مش عارف كافيار ده بيتاكل بس هي والله هي اسمها كده تقريبا. البناطيل دي غاليه جدا. خامتها بتكون معدلة بطريقة ما إن هي تستحمل الوقوع أو السرعات لما تقع. ففي العموم البناطيل الجينز اللي هي جينز مش ليكرا، بتبقى قوية جدا، بتستحمل إن انت لا قدر الله لو وقعت جلدك ما يتقطعش. فهي البنطلون هو اللي بياخد الوقعة اكتر وبيقدر يستحمل معاك. طبعا احنا كل ده بنتكلم في ان انت ماشي بسرعه طبيعيه، يعني مثلا لا قدر الله وقعت مثلا سرعه 80 70 90 100، يعني هي دي سرعات عاليه برضه، بس احنا بنتكلم في ان انت يعني ممكن تعيش، يعني فاهم؟ ممكن تعيش لو وقعت على سرعه زي دي بالموتوسيكل. بس طبعا انت لو مش على 200 يعني انت حتى الفول سيفتي مش هتحميك يعني. فاحنا بنتكلم دلوقتي في الرينج المنطقي او الطبيعي. طيب دي تاني حاجه وهي البنطلون الجينز. تالت حاجه معانا ودي اكتر حاجه دارجه في الموتوسيكلات من زمان، الجاكيت الجلد. جاكيت الجلد. الجاكيت الجلد الفكره فيه ان هو اولا بيحميك من الهواء. يعني هو الفكره دايما وانت سايق موتوسيكل انت مش محتاج جاكيت تقيل، انت محتاج جاكيت ويند بروف، ودي حاجه ممكن ناس كتير بتتلخبط فيها. فان انت لابس جاكيت جلد فهو بيبقى ويند بروف، الهواء بيخبط فيه ومش بيخش جوه، فمش بيسقعك. برضو ووتر بروف، لو مطره مطرت الميه مش هتدخل لك جوه. زائد ان هو الجلد بتاعه لو هو جلد طبيعي هيكون بيستحمل لو لا قدر الله وقعت برضه مش هيتقطع بسرعه. طيب شويه نصايح بقى، يعني شويه حاجات نبعد عنها ايه وما نعملهاش. اول حاجه انت بتلبسش مثلا جاكيت يكون الايد بتاعته من هنا ما فيهاش استك، فلو ما فيهاش استك الهواء يفضل يدخل من هنا، تمام؟ فدي حاجه هتسقعك جدا وهتضايقك جدا، تلاقي الجاكيت عمال يتنفخ منك ودي حاجه بتضايق. تاني حاجه ما تلبسش حاجه جاكيت مثلا يكون مش ويند بروف. مش ويند بروف معناه ان هو ممكن يكون جاكيت تقيل جدا والبطن حلو جدا بس هو مثلا فيه خرام، فلو في خرام الهواء يفضل يخش وينفخ لك الجاكيت، هيضايقك جدا وانت سايق. تالت حاجه ما تعملهاش، ما تسوقش بشورت. مش حلو خالص ان انت لا قدر الله لو وقعت رجلك بجد هتتسلخ، فابعد خالص عن ان انت تسوق بشورت. يعني ده اساسي طبعا. ما تسوقش بشبشب اكيد، انت يعني بتعرض برضه نفسك اكتر ان انت تتضر. من الحاجات برضو مهمة جدا، انت لو هتلبس جاكيت مثلا فيه زونت او سويت شيرت فيه زونت، حاول ان الزونت ما يبقاش واسع زي الزونت ده، لان الزونت ده هتلاقيه بيملى هوا وبيروح يمين وشمال معاك، فدي حاجة بتضايق جدا. فحاول لو هو زونت يكون زونت مقفول على الخوذة، على الهلم، على يعني من ورا يكون مقفول، او انت مثلا تقفله كده، تشد دي كده كويس بحيث ان هو يبقى من ورا مقفول فما يدخلش ايه هوا وانت سايق، تمام؟ حاجه تانية برضو تعملها ان انت لو الكوتشي بتاعك رباطه طويل قوي حاول تلم الرباط وتحطه جوه الكوتشي عشان رجلك ما تتعلقش في الموتوسيكل وانت بتنزلها وتلاقي نفسك وقعت وقعه مضحكه. بس دي الحاجات اللي انا يعني فاكرها، فحبيت انصحكم بيها، يعني يمكن ايه تفيد شويه. بس يعني يا ريت تعملوا لايك بقى وتقولوا لي رايكم، لو في اي حاجه عايزين نتكلم فيها برضو ان شاء الله نتكلم فيها. وبس كده، سلام.